يا مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. ومثل ما شفتوا بديت وياكم الفيديو من الصباح، وإن شاء الله راح يخلص الفيديو وياكم إلى المساء. يعني شنو روتين يوم كامل كله نشاط وحيوية وتحفيز وبما تشتهي الأنفس. بعد شو تريدون؟ مدللتكم أني. طبعا شاريد من عندكم لايك على مود استمر بتنزيل الفيديوهات ويصل لي واهس، وأكيد إذا كنتوا جداد على القناة اشتركوا بيها ونوروها. هواية جتني أسئلة على هاي الفرشة، مع العلم أني ذاكرة السعر ومن يا مجمع جايبتها، لذلك ظليت صافنة قلت ليش يسألوني إذا أني ذاكرة السعر والمكان، إلا بحالة واحدة يتخطون الفيديو ويسووا له سكيب، وهنا راح أزعل منكم. ليش ما تشوفون الفيديو من الأول للأخير؟ ما أقبل، ما مقبولة أبد أبد. بنات حبيباتي، أنا دائما أذكر لكم السعر ومن يا مكان جبته بدون إعلان، صدقوني على مود تستفادون انتو، لين أدري كل الزين راح تجون تسألوني بالتعليقات، لذلك أوفر عليكم جهد ووقت وأذكر لكم يا بنفس الفيديو، ما أخليه بالفيديو الجاي. شفتوا أنا قد أحبكم ما تعبكم؟ لذلك أتمنى منكم بعد ما تتخطون الفيديو ولا تسووا له سكيب وتشوفوه من البداية للنهاية، وأكون ممنونة منكم. يلا شوية أخذت فيتامين دي من الشمس، وش بقرة هاي حسب ما طلع بالحديقة. هسه كملت ترتيب غرفة أولادي، هسه راح أروح أقولهم باي باي. يلا جوجو حضر جنطتك، يلا. ما تقدر تنزلها؟ اوكي راح اقولها الحسون. اخذت كلينس، وهنا اخذت لي فرة سريعة على الهول. مثل ما تعرفون الأولاد بعد من يبدلون من الصبح كل شي يتكركب، حتى لو انتم مرتبين البيت قبل بيوم مسوي لمع لازم يتكركب، هاي شر لابد منه مو بالله. فرتبت ترتيبة سريعة، ومن بعدها حبيت رأسا أبلش بالغداء، لأن بصراحة اليوم عندي لود بالشغل، يعني كلش مزدحم يومي. أريد أطلع الهدوم الشتوية وأضم الصيفية، وعندي طلعة ويا أبو سيوفي نروح نجيب زولية وأشياء ديكورات للبيت، يعني إن شاء الله راح أشاركها وياكم بهذا الفيديو. وطبعا صوته قام يطبق وبلاعيمي قامت توجعني وما أعرف شنو السبب، هوايد تصير عندي هاي الحالة، فتحملوني بنات. طبعا اللي راح تسألني على وصفة التبسي ليش ما شاركتيها بالفيديو، موجود الفيديو بالقناة شلون تبسي خبل، وأكيد سهمكم العافية. طبعا جبت ذني سرن صناديق أخزن بيها الهدوم الصيفية أو الشتوية، وبما أنا راح أطلع الهدوم الشتوية فأكيد راح أضم الهدوم الصيفية، كلش عملي وحلو. بس إيش راح أسوي؟ راح أطلع الهدوم الشتوية كلها وأخلي الهدوم الصيفية بالصناديق وأضمها جوا مخزن الشرباية. وهذا الصندوق طبعا اجاني انقاذ، لان بصراحة اني استعمل جنط كلش كبار للهدوم الشتوية والصيفية، لذلك شفت اولا صندوق بكواليتي كلش حلو، يعني انا عبالي بصراحة من هذا اللي ينشق بسهولة، طلع لا مشمع من هاي النوعية الزينة، وسعره جدا رخيص من 5000 إلى 4000. وطبعا أنا أخذت الحجم الكبير وبيسعة كلش هواية، أنا بصراحة عبالي ما راح يكفي الهدوم مالتي، لا كفى وزاد مثل ما تشوفون. فجبت منه 6 كل واحد إلا صندوق، ورتبوا أولادي مالتهم الملابس الصيفية وخلوها كل واحد مالته الصندوق، وجا دوري ودور أبو سيف، طبعا أكيد أنا نرتب الهيا. فشفت هم شكله حلو أنيق ورخيص، أحسن من الجنط اللي كبار اللي سنة يلا تنزل وسنة يلا تصعد بالمخزن. وطبعا هاي أول مرة أخلي غراضي جوا الشرباية بصراحة، لأنه أنا عندي مخزن فوق بالسطح، بس شنو المحلو صعدة نزلة صعدة نزلة، فقلت عليش هذا هم شكله حلو وهم جوا الشرباية يكفي، لذلك اختصرت الموضوع وخليتهن جوا شربايتي. شوفوا الشكل كلش حلو ومرتب. ومثل ما تشوفون ذاك الصندوق اللي على صفحة، طبعا ذاك صندوق كرتوني مو حيل أنصحكم به، أنصحكم بهذا المشمع، أحسه يشد أكثر منه.
اليوم جيت هنا لأبو طلال بشوف مالته المفروشات. أول شي أريد كوشات بوهيمي، وأريد فرشة هم أشتريها، وحبيت أشارككم لأن انتوا تحبون التفاصيل، فقلت خل أشارككم التفاصيل. شلون حلوات. بس أنا بصراحة مو هنا جاية على البوهيمي كوشات، بعدين نشوف الفرشات. حلوة مال موز. صلايات كلش عجبتني، اعتقد راح اشتريها، ومع الاسف ما عندهم كوشات بوهيمي. وحاليا وصلت ياسور عمان، صار ريحة البخور خنقتني، بس ريحة طيبة. يا قوي هاي. والله المسعد الشوكة يفتح. الأبواب تغلق. وأخيرا وليس آخرا لقيت كوشات البوهيمية، طبعا أشكال وألوان ما تشتهي الأنفس. طبعا أنا أخذت من ذني مال حياكة، عبالي عندي هنا هم مال حياكة شلون هيك شي، بس ما ارتاح له بصراحة. خلي نشوف بلش عندهم ناخذه. أنا ما دوخني غير شي واحد، المصعد يعني يصير عندي هبوط بيه ما أعرف ليش. حلوات. يلا ها؟ تقدرون غيره إن شاء الله التخم. لا عن قريب راح أغيره، ما راح أنتظره هواي إن شاء الله. بعد ما أدري حسب الظروف، ما تحكي شي بعدين يتغير الظروف العد. هذا أنزك بس هذا أبيض حيل، ما رايده بياضات، رايده شوية حلبيجيات. بيجي على خضار حلو، تدرون ليش؟ يعني مود يتناسب همات، يعني يصير ديكور كامل ويا النباتات. يعني مثلا هذا لو خضاره شوية أطبخ آخذه، بس صار على الكواز مو بشي. هذا حلو بيه صفار شوية منكه الموضوع، بس ما عندي شي أصفر على مود آخذه. هذني تقريبا شبه اللي اشتريتهم زوجين، بس ديشي من مجمع كلش على ما اعتقد. هاي هماتن نفس الشي بسيفين 5,750. حلو هذا. الحمارات بصراحة ورديات ما افضلها، بس اشوف هماتن خاطر غير رأيي. قال مو جبتي بالله ميشي، والله ولا اجيبه وياي صرت سيت، بس مو حيل حلو بصراحة عباك قوليني. أخذت الأريدة كله من الكوشات. الفرشة أخذت، بغرفة النوم بعد. شلون جمال، واحد يجي يشتري كل شي ويروح. شنو مسلاية؟ ايه مسلاية. بدني اشوف الاشكال، ما شفت إن هناك ابو سيف. دنينيني راح اروح اعيد اللي اشتريته. شنو باقي عندهم؟ بس اللون الاخضر ورصاصي وبياضات، بس هذني ما شفت. هذا النيلي ما شفته، ولا هذا شفته.
خلصانات. هذا شفته بس ابو سيف ما عجبه، ما ادري ليش. اخذت وحده من هيك لونها. مني خوليات، هاي حلوة. ان شاء الله من نرجع البيت اشوفكم شو اخذت. ماكو هاي تتخلى على القنفة؟ ديكور؟ ايه خلصانة والله. يا شلون حظ. مدني زوالي كلهن ما عجبتني بصراحة، اريد لون سادة. مثل وهني هاي تاخذي بس ايه عادي. مقصود؟ تكفي هاي مو لكل. هي مو لكل، مو شرط. تقطولها؟ أنا قصدي ناخذ واحدة منهم؟ ايه راح اخذ شوية فرق بالضبط منهم. ايه عمود رأسا نشيلها تنغسل بسرعة، مو بدنا شيء اذني. ماكو سادة؟ ليش فطير راح يتعب. خليني سادة. ما بيها سادة لا. بس يعني بس بالبدايات؟ سادة ايوه، اي بس بالبداية. حتى لو بيها شوية رصاصية غرفت تصير بس. كل النقشات. بس بدنا كذا وزارفات. بيش ذني؟ 42. شو قريب على الفضاء. ايه هو خلي ايدك عليه يا شوف. نسيت الشفت. ما ظنيت. ايه هذا حلو. هذا ايه هذا احلى شوي مطعم. اوكي هو ايش قد قياسه؟ ايش قد؟ 160 230. اي تقريبا. ايه هذا شوية فرق. يا عبد ماكو اكبر؟ لا زين وجبة ثانية مثلا تجيبوها اكبر. بس ما تجيبيها. يعني نفس القياس. شو تقول ابو سيف؟